بتغسلي لطفلك سنانه؟ ما تستهونيش بالموضوع. غسيل الأسنان مهم جدا بالنسبة لأطفالنا علشان بيحافظ على أسنانهم من التسوس، زي ما هو مهم إن انت تربي جواهم إن غسيل السنان يخش في الروتين اليومي بتاعهم علشان بعد كده يحصل بدون تدخل منك. طب نمسك الموضوع منين ولا نعمل إيه؟ زي ما عودتك هقولك الحل. نبدأ الأول وهم صغيرين جدا أثناء فترة الرضاعة بإننا نمسح أسنانهم بعد الرضاعة بقطعة قطن مبلولة مية. بعد شوية لما بندخل الأكل هنمسح أسنانهم بالفرشة السيليكون اللي موجودة في الصورة. بعد كده نبتدي ندخلهم معانا الحمام وإحنا بنغسل أسناننا علشان يبتدوا يشوفونا، وبعدين نجيب لهم الفرشة الخاصة بيهم ومعجون مخصص للأطفال تحت سن السنتين، عادة بيكون طعمه عامل زي الكاندي. نركز هنا بقى شوية، نتعامل معاهم إنها لعبة وكأن فرشة السنان بتزغزغ بقى وكده. لو نفعت حكاية الزغزغة دي تمام، لو ما نفعتش تعالي نجرب اللي بعده. نجيب أكتر لعبة بيحبوها زي العروسة أو الدبدوب ونعمل كأن هو كمان بيغسل سنانه، وشوية شوية هياخد على الموضوع وهيبتدي هو كمان يعمل زي ما الدبدوب أو العروسة بيعملوا. لو ما نفعتش دي برضو، هنا بقى هيكون في مجهود مشترك من الأم والأب، حد يغني ويمسك إيد الطفل ويشغله شوية والتاني يغسل أسنانه، وشوية شوية هياخد على الموضوع. بس أهم حاجة إن أسنانه ما تتسوسش، لأن أكيد محدش هيكون سعيد بزيارة دكتور السنان في المطلق وبالأخص في السن الصغير ده. شاركيني واكتبيلي في الكومنتس، بتغسلي أسنان طفلك إزاي؟ يا ترى هي معركة ولا موضوع بسيط؟